اهلا بيكم. واولى فقرات صباحك عندنا الحواريه، الحكم بحل الحزب الوطني. فرحه عارمه جاءت بعد الحكم بحل الحزب الوطني. المحكمه الاداريه العليا هي اللي قضت بهذا الحكم. انا مش عايز اتكلم، انا عايز ادي الفرصه للمستشار احمد فضالي، هو اول من رفع دعوه تطالب بحل الحزب الوطني وانضم لها اخرون، ورئيس حزب السلام الديمقراطي. صباح الخير سياده المستشار واهلا بيك. ايضا ارحب بضيفي دكتور طارق زيدان، مؤسس ائتلاف مصر الحره والمنضمين للدعوه التي طالبت بحل الحزب الوطني. اهلا بيك. فرحه كبيره جدا بحل الحزب الوطني، وكأن امر وانكسر بلا رجعه. ازاي جت البدايه؟ القصه كده سريعا مشيت ازاي؟ يعني هي الحقيقه كانت في بدايات قبل التنحي كان الحديث كله عن الحزب الوطني الديمقراطي. تمام. يعني انا اعتقد ان وجود الحزب الوطني الديمقراطي اهم من وجود الرئيس او عدمه، لان الحزب الوطني الديمقراطي منظومه قاعده موجوده في مؤسسات الدوله، قاعده وموجوده في كل شياخه وفي كل قريه وفي كل مدينه وفي كل حي. يمكن انا بحيي الدكتور طارق زيدان، هذا الرجل اللي قاد منصه التحرير منذ الساعات الاولى، اول من قاد التحرير بثورته بشبابه، لانه كان له رؤيه ان ازاي يعمل نوع من الاستقرار بعد كده، ازاي ينجح، ازاي الثوره تنجح. اصل مش موضوع ان احنا ممكن نعمل الثوره على فكره وتسقط رموز كتيره والدوله شكلها يتغير، لكن يبقى المضمون. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحزب يعني ليه الناس ممكن يبقى عندها حته التباس؟ طب ما هم شالوا القيادات وغيروهم وعينوا رئيس تاني وبيحاولوا ان هم يطهروا، والدوله استلمت منهم المقار. ايه الفرق بينه وبين حله؟ لا انا هقول لحضرتك بقى. انا قلت يبقى المضمون. يخافوا دايما من المضمون. المضمون اللي هو لو استمر برنامج وفكر واسلوب الحزب الوطني الديمقراطي، تمام، ما غيرناش كتير في مصر. لو استمر الحزب الوطني الديمقراطي في مساله تسخير أجهزة الأمن وتوجيه الإعلام والتعتيم على القوى السياسية ومحاصرة القوى السياسية واعتقالات كل اللي ممكن تتخيله، الأسباب دي على فكرة كانت من ضمن الأسباب اللي وردت في حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي. قبل الحكم بتاع المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني، اولا حصل كان في شيء من الالتباس. دي دعوه ملهاش صاحب، مش معروف مين صاحبها. في اشخاص اخرين من الشخصيات العامه قالوا ان هم اصحاب الدعوه. فانا سعيد جدا ان احنا معانا المسؤول عن او اول من قام برفع دعوه تطالب بحل الحزب الوطني، المستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي. انا كنت متخيل ان رئيس حزب السلام الديمقراطي يكون رجل طاعن في السن، طلع شاب، وده اداني فرحتني والله، فرحتني. انا ده احساس جميل. كان تخوفك الثوره خلتنا شباب على فكره. كان تخوف يعني انت صرت بعد الثوره. كان تخوفك من ايه سياده المستشار وانت بتطالب برفع الدعوه او انت بترفع الدعوه؟ لا هقول لك حاجه بصراحه، الثوره مش نتكلم بصراحه، اي رئيس حزب اي مسؤول في مصر كان عنده حته خوف من المجهول اللي ممكن يحصل له لما بيقول رايه بصراحه، لما بيواجه، لما بيعقب. وده حصل لي انا شخصيا. يمكن اكيد بتسمع عن قصه الشبان المسلمين، جمعيات الشبان المسلمين وعزل احمد الفضالي رئيسها على مدار 5 سنوات، قصه طويله من اكبر قياده في الحكومه الدكتور احمد نظيف وعدد من قيادات الحزب الوطني. ومع ذلك ده كله عشان قلت رايي وشكلت حاجه اسمها الحكومه الموازيه، وكان اعلانها هنا في المحور على فكره من 5 سنوات اتذكر. مظبوط. ومع ذلك ده ما خلانيش ابدا اتراجع عن معارضه الحكومه والوقوف